أهلا بكم في قناة كرة الأمير. هنقول الأول تشكيل نادي الزمالك لمباراة القمة 26 ما بين الأهلي والزمالك. تشكيل نادي الزمالك: في حراسة المرمى فؤاد، حمزة المسلوسي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد عبد الغني، أحمد أبو الفتوح، وشيكابالا، وإبراهيم نضاي، وأحمد سيد زيزو، وسيد نمار. وفي الهجوم سيف الجزيرة. بيلعب على الورق بطريقة 3-2-4-1. تشكيل نادي الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول، محمد فخري، أليو ديانج، محمد مجدي قفشة. وفي الهجوم بيرسي تاو، ومحمود كهربا، وحسين الشحات. هنبدأ المباراة بالكلام عن نادي الزمالك. نادي الزمالك ثلاثة في خط الدفاع، واثنين في خط الوسط، وأربعة وخمسة في الهجوم. أولا أوسوريو اتعود في الفترة الأخيرة لما كسب مباراة المقاولون 6، وكسب فيوتشر. فآخر 3 مباريات لنادي الزمالك بيلعب خوان كارلوس أوسوريو بأن هو بيلعب ب3 في نص الملعب، 2-6 1-8. المباراة دي ما بدأش ولا في 6 ولا في 8. خلي محمد عبد الغني وأحمد أبو الفتوح هما 1-6 1-8، وهم أصلا ما عندهمش تكلفة دفاعية، هم عندهم تكلفة هجومية، لا يملكوا المهارات الدفاعية. ففي الدقيقة 2 حسين الشحات يسجل الهدف الأول، وبعدها بنص ساعة كده يرجع حسين الشحات ويسجل الهدف الثاني. بعدها في أواخر الشوط الأول يسجل علي معلول الهدف الثالث. يخلص الشوط الأول 3-0 للنادي الأهلي، مع العلم إن النادي الأهلي كان حاسم الدوري اللقب 43 في تاريخه قبل ما تبدأ المباراة. بس مع إن هي مباراة قمة، فالسويسري مارسيل كولر اداها أهمية لازمة عشان يقدر يكسب، وهو اتنفذ اللي في مخه وهو كسب 3-0 الشوط الأول. الشوط الثاني بدأ وان كارلوس أوسوريو ابتدى يلعب بالطريقة المعتادة، لعب بحمزة المسلوسي، ولعب بخط الدفاع زي ما هو، ونزل عمرو السيسي وأحمد أشرف أوجا. ابتدى خط نادي الزمالك أو هجوم نادي الزمالك أو تشكيل نادي الزمالك كعموم ابتدى يتحسن ويتعدل، وابتدت نادي الزمالك يضيع هجمات. النادي الأهلي نزل الشوط الثاني بمهام دفاعية شوية لعدم استقبال أهداف، بس النادي الأهلي لما رجع للخلف فحصل في ضرب. ففي الدقيقة 60 يرتكب أليو ديانج ضربة جزاء لأحمد سيد زيزو، ضربة جزاء صحيحة بنسبة 100%. يدخل أحمد سيد زيزو ويسجل الهدف الأول لنادي الزمالك، وقلنا المباراة هتحلو. لسوء حظ أوسوريو، عمرو السيسي اتصاب بعد ما نزل ب10 دقايق، فأخوان كارلوس أوسوريو في النهاية والبداية هو غلط بالتشكيل، لأنه لعب بتشكيل هجومي غير الطريقة المعتادة إليه. في أواخر الماتش النادي الأهلي قدر يحرز الهدف الرابع عن طريق محمد شريف، ومحمد شريف يسجل 7 أهداف واستوعب مع حبيبي الملايين أبو تريكة في مباراة القمة. كده هو وأبو تريكة مستوين بعدد الأهداف. كده المباراة تخلص 4-1 للنادي الأهلي. مبروك لجماهير النادي الأهلي، وأفضل لك لجماهير نادي الزمالك. تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناة.